واش عمرك سولتي راسك شنو هي الحاجة اللي غادي تفيقك من النعاس؟ واش الموت ولا الحساب؟ اليوم غادي نكتشفوا القصة اللي خلات السما تهتز، والآيات اللي نزلوا باش يفضحوا أخطر مرض كيعاني منه البشر من نهار تخلقوا اليوم غادي نهضروا على سبب نزول سورة التكاثر. تخيل معايا واحد العالم كل شي كيجري، ماشي باش يعيش ولكن باش يجمع، باش يقول أنا عندي كتر منك. هاد السباق ماشي جديد، هاد المرض قديم بزاف. واليوم غادي نرجعوا بالزمن للوراء لواحد اللحظة تاريخية اللي وصلت فيها الحماقة البشرية للقمة ديالها. حنا دابا في زمن ما قبل البعثة أو في بدايات الإسلام. القلوب كانت قاسية والعقول غارقة في واحد الجهل صعيب نتخيلوه دابا. القبائل العربية كانت عايشة على حاجة واحدة، الفريع، التفاخر. شكون قبيلته قوية؟ شكون عنده الفلوس كتر؟ شكون ولادو كتر؟ كان كيحسب لهم أن الكثرة في العدد هي المعنى الوحيد ديال العز والكرامة. في وسط عاد الجو المشحون كانوا جوج ديال القبائل من الأنصار، بنو حارثة وبنو الحارث بنو الخزرج. هاد جوج كانت بيناتهم واحد المنافسة شرسة، حرب باردة ولكن ماشي بالسلاح، باللسان وبالأرقام. تجمعوا الرجال ديال القبيلتين في واحد النهار، الريح كتضرب والشمس حارة والنفسيات سخونة. بداو كيتحاسبوا، كل واحد كيجبد التاريخ ديالو. حنا كتر منكم في العدد، حنا عندنا فرصة نكتر منكم، حنا شرفاء عليكم. بقاو كيحسبوا في الأحياء واحد بواحد، فلان ولد فلان وفلانة ولدت 10. سلاو الحساب ديال الناس اللي عايشين، ولكن الغرور ديالهم ما سالاش، الكبرياء ديالهم ما شبعش. واحد فيهم في لحظة طيش وغباء تاريخي قال لهم: وساليت الأحياء إوا أجيو نحسبوا حتى اللي ماتوا. تخيلوا الموقف، ما كفاهمش يتنفسوا الكذب وهم حيين، بغاو يزعجوا حتى الموتى في قبورهم. ناضوا كاملين ومشاو للمقبرة. مشهد سيريالي، رجال بصحتهم وقوتهم غادين كيجريوا بين القبور، كيشيروا للأحجار. هذا القبر ديال عمي فلان كان بطل، وهذا القبر ديال جدي فلان كان سيد قومه. كيحسبوا العظام اللي ولات غبار، كيحسبوا الأرواح اللي دابا واقفة بين يدي الله، وهما لتحت غير كيحسبوا، باش في الأخر فرقة تغلب فرقة في الرقم. وصلوا لقمة السخافة وقمة الغفلة، وهنا تدخلت السماء. هنا نزل الوحي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آيات قوية قاطعة، كلمات كتهز الكيان، ماشي غير باش تسكت هاد جوج قبايل، ولكن باش تفيق البشرية كاملة حتى نهار القيامة. ألهاكم التكاثر. اسمع مزيان لهاد الكلمة، ألهاكم يعني داتكم الغفلة، تخدرتوا، تلعب بكم. باش؟ بالتكاثر، الرغبة في أنكم تزيدوا الفلوس، تزيدوا الأولاد، تزيدوا الديور، تزيدوا الفلورز، تزيدوا اللايكات. أي حاجة فيها عدد وكتخليك تحس أنك حسن من غيرك، هاديك هي التكاثر. ربي كيعطيك التشخيص الدقيق للمرض. نتوما ملاهيين مشغولين بالسباق ونسيتوا الوجهة، نسيتوا أن هادشي كامل وسيلة ماشي غاية. حتى زرتم المقابر. الصدمة، السباق غادي يسالي في بلاصة واحدة، الحفرة. سماها الله زيارة. علاش؟ حيت القبر ماشي هو النهاية، القبر غير صالة انتظار، غير زيارة مؤقتة، ومن بعد كاين ما هو أعظم. هادوك القبائل اللي مشاو للمقبرة برجليهم باش يفتخروا، الآية كتجاوبهم: غادي تمشيو للمقبرة، ولكن هاد المرة ماشي باش تحسبوا، باش تتحاسبوا. ومن بعد كيجي التهديد الإلهي، ماشي تهديد ديال الخوف، ولكن تهديد ديال الحقيقة. كلا سوف تعلمون. كلمة كلا في اللغة العربية هي حرف ردع وزجر، يعني فيقوا، بركة من الوهم، هادشي اللي كتقولوا راه غلط. غادي تعرفوا إمتى؟ فاش تخرج الروح، فاش ينكشف الغطاء، فاش الفلوس ما غاديش تنفع والقبيلة ما غاديش تحمي. ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد مورا تأكيد. غادي تعرفوا الحقيقة فاش تموتوا، وغادي تزيدوا تأكدوا منها فاش تبرثوا يوم القيامة.
ديك الساعة الأرقام اللي جمعتي في الدنيا زيرو، والو. كلا لو تعلمون علم اليقين. لو كان عندكم اليقين الحقيقي كون راه ما تلهيتوش، كون راه ما ضيعتوش وقتكم في التفاهات. لو كنتو كتشوفوا الآخرة بحال كيف كتشوفوا الدنيا كون راه تبدلات حياتكم. ولكن المشكلة فين كاينة؟ في الغفلة. الغفلة هي اللي دايرة لينا ضباب على عينينا. وهنا كتوصل الصورة للمقطع اللي كيخلع القلوب الحية. لا ترون الجحيم. واش عرفتي شنو هو القسم الإلهي؟ الله يقسم، والله لا يحتاج للقسم ليصدق، ولكن باش يبين لك الخطورة غادي تشوفوا جهنم. شوف العين، ماشي خيال، ماشي أسطورة، حقيقة مجسمة قدام عينيكم. ثم لترونها عين اليقين. غادي تشوفوها وغادي تيقنوا منها، حيت نتوما دابا في قلب الحدث. التكاثر اللي لهاكم، التفاخر اللي ضيعكم، ها النتيجة ديالو. وفي الأخير كتسالي الصورة بواحد السؤال، سؤال غادي تسولوا أي واحد فينا، أنا وانت وانتي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم شنو هو النعيم؟ النعيم ماشي هو الملايير. النعيم هو شربة الماء باردة في نهار حار. النعيم هو الأمن اللي انت فيه. النعيم هو صحتك. النعيم هو عينيك اللي كتشوف بيهم هاد الفيديو دابا. النعيم هو الويفي اللي خدام بيه. النعيم هو الوقت. هاد النعم كاملة الله غادي يسولك عليها. فاش استعملتيها؟ واش في التكاثر والتفاخر والتباهي، ولا في الشكر والعمل والخير؟ القبيلتين اللي نزلت فيهم الصورة نساو النعمة وركزوا في العدد، ضيعوا الأصل وتبعوا الوهم. وإحنا اليوم واش ما كنديروش نفس الغلط؟ شوف في السوشيال ميديا، شوف في الأعراس ديالنا، شوف في الطوموبيلات، شوف في المظاهر. واش حنا كنعيشوا باش نرضيو الله ولا باش نفقسوا عباد الله؟ سورة التكاثر رغم القصر ديالها هي قنبلة موقوتة في الوجه ديال المادية. هي رسالة كتقول لك العدد ما كيهمش، الجودة هي اللي كتهم، والنهاية وحدة، يا إما جنة يا إما نار. القبر كيتسنى والحساب كيتسنى، والسؤال عن النعيم جاي. شنو الحل؟ الحل بسيط وصعيب في نفس الوقت. خرج من السباق. ما تبقاش تجري موراه أنا أحسن منه، أنا عندي كتر منه. جري موراه أنا باغي نرضي ربي، أنا باغي نكون حسن من راسي ديال البارح. استعمل النعم اللي عندك باش تبني قبرك نور، ماشي باش تبني حسرات. تخيل راسك دابا واقف في ديك المقبرة، ماشي باش تحسب الموتى، ولكن باش تفكر باللي انت هو الميت القادم. شنو وجدتي؟ هاد القصة ديال بنو حارثة وبنو الحارث ماشي قصة دازت وماتت، هي مراية لينا كاملين. كل مرة كتحس براسك بغيتي تبان، تفكر ألهاكم التكاثر. كل مرة كتحس بالغيرة من رزق الناس، تفكر حتى زرتم المقابر. وكل مرة كتشد شي نعمة في يدك، تفكر لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا شكر نعمك واجعلنا من الذاكرين لا من الغافلين. اللهم قنا عذاب الجحيم وارزقنا جنة النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصلوا على من جاء بالهدى والرحمة، الطبيب ديال القلوب والمعلم الأول، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كثروا من الصلاة عليه، حيث الصلاة عليه هي المفتاح ديال البيبان المسدودة، هي النور في الظلمات، هي البركة في الوقت والعمر. ما تنساش، السباق الحقيقي ماشي هو شكون يوصل الأول في الدنيا، السباق الحقيقي هو شكون يوصل آمن للآخرة. لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي لسانك رطب بذكر الله، وخلي قلبك عامر باليقين، وتهلاو في راسكم
وفي دينكم. لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.